عايز تجي أوروبا؟ تعال أوريك أوروبا عاملة كيف. أول حاجة بنبدأ لك باليونان، لأنه أنا جيت بيها وقعدت فيه فترة وأخذت منه إقامة، وكل 3 شهور قاعد أرجع. أول حاجة بنبدأ لكم بموضوع الكبة والسكن. ده الشيء الأساسي في الجنة. أول حاجة بقول لك الكبة كيف والسكن كيف. عرفته؟ أول حاجة موضوع السكن، لا من تجي على حسب الجزيرة اللي نزلت فيه. يعني ممكن تسكن في خيم وممكن في كونتينرات. تمام؟ إذا سكنت في خيم، يعني أقل حاجة على حسب أعداد الناس اللي قاعدين في الكامب، يعني ممكن تقعد 5 6 أشخاص في الخيمة. أما في الكونتينرات ممكن 4، بين 3 و4 أيضا، لكن ده بعض الجزر. بالنسبة لموضوع الكبة، طبعا لما تجي جديد ما في زول بيقول لك في كبة كده ولا كده. لكن انت اذا دخلت اليونان جديد، اول مما جيت عندك 10 يورو، امشي شنو سوق، اشتري لك شنو الشريحة بتاع فودافون. بعد ما اشتريت شريحة بتاع فودافون، تجي يوم الموعد بتاعك الاول تديهم الشريحة بيسجلوها، وكده كل شهر بينزل لك شنو 75 يورو. 75 يورو بس، ما 75 ألف، 75 يورو. تمام. ده موضوع الكبة. لما تاخد الإقامة، يعني في اليونان بتاخد الإقامة سريع. أخدت الإقامة، يعني بعد أسبوعين بوقفوا منك شنو، أخدت الإقامة كده بوقفوا منك شنو الطقة تاني، ما عندك شنو طقة في الكامب. وبحددوا لك موعد، يعني أسبوعين 3 شهور بقول لك أسبوعين يا 3 أسابيع بقول لك شنو تخلي الكامب. وانت من هناك ظبطت نفسك وقروشك جاهزة. طبعا لما تستلم الإقامة لازم تدفع قروش الجواز 100 يورو مع الاي دي، تمام، مع البطاقة الشخصية. مما استلمته خلاص تاني ما عندهم لك أي حاجة. ده بالنسبة لموضوع شنو، موضوع يونان. والشباب اللي بيطلعوا من اليونان، لأنه من ما الحكومة طلعك أداك الإقامة، لا عنده لك سكن، لا عنده لك كبة، لا أي حاجة. الكبة ذاته في مما أخدت الإقامة طوالي بكيف منك، يعني مكتوب في الورقة مما أخدت الإقامة وقف منك الكلام. عشان كده معظم الشباب ما بيقعد في اليونان، مما استلمت الورق بيجي فرنسا ويقبرها شنو بريطانيا. نمرة 2 عندك ألمانيا. ألمانيا أنا برضو قعدت فيه 1.5 سنة، وخاصة الزول إذا عنده بصمة اليونان ننصحه شنو ما يمشي ألمانيا. لو جيت ألمانيا بتاخد رفض، وتاني لو عملت استئناف تاخد رفض، وتاخد شنو كف يمين وشمال. صحيح شنو ألمانيا فيه كبة وبلد دسيسة، لكن إنك جاي من اليونان تاخد إقامة مستحيل مستحيل. أول شي موضوع السكن. لما تجي أول حاجة في مركز الاستقبال بكون عمارة كبير كده، تكونوا قاعدين شنو نفرين في غرفة، ممكن نفر في غرفة لأنه الناس بيجي جديد ما بيجي يومي زي ده. مجرد ما قعدت الأسبوع الأول بيدوك ورقة شنو تمشي تصرف بيها الأكل، والأسبوع التاني بيدوك ورقة تمشي تشتري بيها ملابس بقيمة كم 120 يورو تقريبا. وبيدوك ورقة تمشي تشتري بيها دواء من الصيدلية قيمته 10 يورو ولا 20 يورو، أو بتقدر تشتري بيها حاجة تاني غير الدواء. تمام. بالنسبة لموضوع السكن، قبل ما تعمل الموعد الكبير بودوك لي شنو كام سكن مشترك. قعدت في السكن المشترك 3 شهور شهرين. هسه حاليا الإجراءات شنو ماشية سريعة، يعني ممكن شهرين تكمل الموعد بتاعك. بتصرف شنو 120 ولا 150 الله أعلم، يعني أنا كنت يعني فترة ما مشيت. تمام. بعد ما يوزوك الهايم تعمل الموعد الكبير الانترفيو، ويوزوك للهايم السكن الدايم. يعني في السكن ده تكون شنو قاعد إلى أن تستلم الإقامة. هناك شنو بيصرفوا لك كم 450 يورو. هسي تقريبا عملها 440 يورو. بتقدر شنو تشتري بها من الماركت، بتسحبها من المكنة، بتقدر تشتري بها اونلاين اي حاجة. تمام. موضوع الكبة في ألمانيا كويسة، لكن شنو الحاجات غالية. لو صرفوا لك 420 يعني ممكن توفر منه 100 يورو وترسلها لناس البيت. أما باقي القروش أكل شراب انترنت كده شنو بخلص. حتى انت ما عندك إقامة بتقدر تشيل تليفون ولا تشيل أي حاجة بالأقساط. كتير من الشباب بيجي شنو بيشيلوا تليفونات بالأقساط، لكن شنو العيب منهم بيقطعوا حبل من الدولة. انت جيت أوروبا خشيت دولة
اوعك تشيل حاجة بالاقساط، او لو شلتها كون ملتزم، لكن تشيله وتمشي تكبرها تمشي دولة تاني يوم من الايام يجيبوك. تمام. بالنسبة لناس ايطاليا، اذا جيت اليوم جيت المانيا وقعدت قدمت بتاخد اقامة، لكن ما مضمون مية مية، ممكن تاخد رفض. اخدت رفض توكل محامي شهرين 3 شهور بيجيب لك شنو الإقامة بتاعك. أما المحامي شهريا بيشيل منك من المرتب بتاعك، بيشيل منك 50 يورو. الدولة الثالثة فرنسا. فرنسا ده طبعا أنا جيت كنت أقدم فيها كم مرة، كل مرة بلاوس. تمام. لكن حسي أخيرا اتوكلت وجيت فرنسا. تمام. بالنسبة للعلاج في ألمانيا يعني صعب جدا جدا إنك تلقى موعد بتاع مقابلة للدكتور. يعني ممكن 3 ممكن 6 شهور عادي يدوك موعد. إذا عندك وجع راس شفتها يدوك موعد بعد 6 شهور. أما بالنسبة لفرنسا، لا من تجي أول حاجة للناس الجديد إذا قدمت في باريس، أول حاجة طبعا ما بدوك سكن طوالي إلا تكون عندك زول تنزل معه كده، تدوك 115 ده المسؤولين من السكن إنك أنت جيت جديد وقاعد في المحل الفلاني وداير شنو تسجل. بيدوك شنو موعد ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين على حسب شنو عدد الناس. جيت سجلت عملت الموعد برضو ما بدوك البيت، بحددوا لك موعد تاني تجي تعمل انترفيو صغير وتعمل بصمة. مجرد ما مشيت هناك شنو بتتربط بمكتب اسمه الأوفي، ده اللي بيكون شنو مسؤول من السكن بتاعك ومسؤول من منك انت لحد ما شنو تاخد إقامة. هناك شنو الأوفي بديك شنو بديك عنوان بتاع سكن وبديك تذكرة بتمشي بيه شنو السكن الجديد. السكن ده بيكون هاي في بعض المدن ولا بعض القرى بيكون يعني نفر في غرفة. يعني انت لو مشيت قرى بيكون شنو افضل بتقعد براك في غرفة. اما في باريس ممكن تقعد نفرين 3 في غرفة وبيوت ضيقة. انا يعني من الافضل انك شنو تاخد بيوت بعيدة من المدن، لانه شنو خدماتها سريعة وكده. تمام. لا من جيت اول حاجة بيظهر لك شنو عندك بصمة عندك بصمة في الاتحاد الاوروبي ما تنكر. عندك بصمة قول لهم عندك بصمة، ما عندك بصمة قول لهم ما عندك بصمة، لأنه الناس ديل دايرين زول صادق. أنا جيت عندي بصمة بتاع اليونان وبصمة بتاع ألمانيا. عندك بصمة عندي بصمة. قعدت كم شهر قعدت كده كده قدمت 200 قعدت قدمت يوم كده. أخدت إقامة في اليونان أخدتها. دايرين ناس دغريين. مش مفترض البصمة بتاع دبلن تتكسر في 6 شهور. أنا في أول شهر الحمد لله شنو كسر لي البصمة. تمام. أوروبيين دايرين زول صادق والإجراءات ماشية كويسة جدا جدا. يعني أنا هسي في شهرين كسرت البصمة بتاع اليونان وبتاع ألمانيا واستلمت شنو الدوسيه ومنتظر الأوبرا أو الموعد الكبير. تمام. بالنسبة لموضوع الكبة، موضوع الكبة في فرنسا بس صعبة شوية. بيدوك شنو بطاقة بتقدر شنو تشتري بها في الماركت فقط، ما بتقدر تشتري بها في الماركت، لكن ما بتقدر تسحبها من المكنة ولا بتقدر شنو تشتري بها اونلاين. الكبة بتاعهم كم 210 وبينزل كل يوم 5. ما زي ألمانيا. يعني ألمانيا لو مثلا الليلة الشهر ده فيه 28 بينزل لك يوم 28، يوم 31 بينزل لك يوم 31. أما فرنسا طبعا بينزلوا 200 ولا 210 وبينزلوها يوم 5 وما بتقدر شنو تسحبه. اما المبلغ دي يعني حتى انت في نفسك ما بكفيك خليه ترسله لاهلك. لكن الكويسة شنو بيدوك شنو بطاقات بتمشي شنو المنظمة دي تمشي لها شنو كل بعد اسبوعين بيدوك شنو. هو ما بدوك مساعدات كتيرة، بدوك 3 بصلات، بدوك كم طماطم كده، بدوك باخد زيت باخد سكر كيس مكرونة. المهم بتظبط معاك. تمام. بالنسبة لإنك تاخد إقامة ولا ما بتاخد، حتى لو أخدت النورمال ولا أخدت الدبلن برضه شنو بتوقف على حظك. أوروبا شنو حظوظ، وفي النهاية أوروبا ورق. عندك ورق في اليونان، عندك ورق في ألمانيا، عندك ورق في ده. في النهاية شنو أوروبا ورق. وأنا شايف الناس شنو بيفضلوا بريطانيا. ليه؟ لأنه زي ما سمعنا من أخونا واحد في كالي قال شنو هو بمشي بريطانيا. ليه؟ لأنه بيدو سكن وبيدو علاج وبيدو قروش. ما كده يا اخوانا. انت شنو تحدد هدفك وتشوف الشيء اللي خلاك تطلع من السودان شنو، ولازم شنو تحقق هدفك عشان شنو تتوفق. ولو الفيديو استفدت منه كده اعمل له شير عشان شنو غيرك والجاي لأوروبا جديد يعرف أوروبا بعيون شنو ود الشيخ وكل الحب.